البحر بالليل مخيف. احنا في بداية القرن ال18، في فترة سموها العصر الذهبي لقراصنة الكاريبي. وقتها كانت زي الغابة، ملهاش قانون. انجلترا، فرنسا واسبانيا كانوا بيتخانقوا على الاراضي، والسفن التجارية اللي كانت متحملة بكل حاجة: سكر، تبغ، ذهب، فضة، وحتى عبيد. اي سفينة كانت ماشية في البحر كانت هدف سهل لأي قرصان جريء. القراصنة نفسهم كان ليهم حياة غريبة. هم صحيح كانوا فعلا دمويين، بس كان عندهم قوانين. الغنايم تتقسم بنسب، كان في ديمقراطية بسيطة بينهم. يقعدوا يغنوا بالليل زي المجانين، يشربوا روم ويرقصوا على سطح السفينة، وتاني يوم ينزلوا في المعركة عادي جدا. في وسط الدنيا دي بقى طلع واحد اسمه بلاك بيرد، لكن كان اسمه الحقيقي كان ادوارد تيتش. كان راجل من بريستول انجلترا، اشتغل بحار وهو صغير، وبعدها لما كبر اشتغل كبريفيتير. البريفيتير دي معناها ان هو كان قرصان مرخص، كان بيهاجم سفن الاعداء. لكن اول لما الحرب خلصت بقى من غير شغل، وهنا اتولد الوحش. كان يقال عنه ان هو كان راجل ضخم، كان لحيته سودة طويلة، ومن كتر جنونه كان فيها فتايل دخان مولعة في دقنه. الشرر كان محاوط وشه وعينه بتلمع زي جمر النار. البحارة أول لما يشوفوه كانوا بينهاروا، كانوا يشوفوه يقولوا عليه إن هو شيطان. ده فعلا تجسيد الشيطان بنفسه. في بدايته اتعرف على قرصان غريب اسمه ستيت بوني. الناس كانت بتسميه القرصان الجنتلمان، لأنه أصلا كان راجل غني بس ساب أرضه وبقى قرصان. الاتنين بقى حلفاء. بونيت كان معاه سفينة، وبلاك بيرد معاه طموحه ودهائه. بقى هو القائد الحقيقي. طاقم شاف ان بلاك بيرد ده مش عادي، طويل عريض الكتف، مهابته تملي المكان. ومن هنا ابتدى يبني صورته كشيطان البحر. بلاك بيرد استولى على سفينة فرنسية كبيرة، جددها وسماها كوين آنز ريفنج، انتقام الملكة آن. تخيل وحش عايم ب40 مدفع وطاقم ضخم فيا 300 واحد. أي سفينة تجارية تشوفها من بعيد تعرف إن مصيرها خلاص انتهى. السفينة دي ما كانتش مجرد مركب، دي كانت رمز. مجرد ذكرها يخلي الموانئ حرفيا تقفل ابوابها. هنا بلاك بيرد قرر يعمل اللي مفيش قرصان تاني عمله: يستخدم الرعب كسلاح. قبل اي معركة كان بيولع فتايل ويحطها في لحيته. الدخان كان بيلف حواليه، كان بيلبس حزام فيه مسدسات اكتر من اللي هو كان محتاجها اصلا. العدو كان بيشوف المنظر ويستسلم قبلها. في مايو سنة 1718 بلاك بيرد عمل مغامرة جنونية، حاصر ميناء شارلستون في كارولاينا الجنوبية. المينا اتشل، ولا في تجارة ولا في خروج ولا دخول. قبض على سفينة كبيرة اسمها بلايماوث ادفنتشر، وكان عليها شخصيات مهمة كتيرة. الناس افتكروا ان هو هيطلب دهب او فدية ضخمة، لكن طلبه كان غريب جدا. كان طالب أدوية. فانت بتسأل نفسك هو ليه ممكن يطلب أدوية؟ ايه اللي يخلي اصلا قرصان يطلب أدوية؟ فهو ده فعلا بيبين لك قانون اللي بينهم، ان حرفيا مش كل حاجة دهب وسيلفر، ان هما مش قاعدين بيدوروا على الفلوس وخلاص. هي الناس دي فعلا كانوا بيهتموا ببعض، اكن هو راعي لرعيته. هو كقرصان هو واجب عليه ان هو يهتم بالناس اللي معاه على السفينة دي. فدي فعلا كانت اجمد حاجة فيهم. الناس دي مهما كانت وحشة بس كان بينهم قانون، تحس ان هي كانت فوضى بس منظمة. المهم المدينة قعدت اسبوع حرفيا في رعب. الاهالي مش عارفين امتى هيهجم، والعائلات كلها خايفة ومستخبية في البيوت، والتجار بيخسروا كل يوم. وفي الاخر اخد اللي هو عايزه ومشي. حركة زي دي خلت بلاك بيرد ده مش مجرد قرصان لكن اسطورة مرعبة. انت متخيل ان واحد بيهجم عليك وانت مش فاهم ايه اللي هو في دماغه؟ انت مش عارف تقراه. يعني هو مش جاي لوحده او ان هو واحد صاحبك اصفر ولا حاجة، لا ده واحد فعلا انت مش فاهم ده بيعمل ايه وليه. للناس اللي ما عرفتوش انه كان على سفينته الحياة كانت حرفيا مزيج غريب. كان رعب وعنف، لكن برضه كان فيه ضحك وغنى. الناس كانوا بيقضوا الليل قاعدين بيغنوا حاجة اسمها شانتيز، دي اغاني بحرية. كان بيشربوا وبيغنوا وبيضحكوا. بس اول لما بلاك بيرد يدي امر الكل ينفذ من غير خناق. على قد ما هي الباك ستوري بتاعته بالمنظر ده، بس هو كان عادل، كان فعلا عادل في توزيع الغنائم بتاعته، بس كان قاسي في العقاب. الطاقم شاف فيه زعيم فعلا بيخافوا منه وبيحبوه، ودي حاجة صعبة جدا ان هي تتقابل في نفس الشخص، ان انت تكون خايف وبتحب نفس الشخص في نفس الوقت. مع مرور الوقت
الحكام الاستعماريين زهقوا منه، وحاجة تقرف يعني، هم فعلا قرفوا من حوار القراصنة وان هم عمالين بيزيدوا فيها، فراح عرضوا عفو لأي قرصان يستسلم وهيتسامح. فبلاك بيرد عشان هو حرفيا ماستر تكتيشن، انسان ذكي جدا، استغل الموضوع. قالك طب ما اخد العفو في نفس الوقت اشتغل في القرصنه بتاعتي واكون ضربت عصفورين بحجر. ففعلا راح للحاكم وطلب منه العفو، وبقى راجل محترم في العلن، لكن في السر هو كان لسه بيقرصن وبيوزع رشاوي عشان يغطي على جرايمه. حرفيا لعبها بوشين، ولكنه قسيس وشيطان في نفس الوقت. لكن زي كل مسرحيه دايما ليها نهاية، زي ما الحياة بتبتدي لازم الموت بيجي وراها. في يوم 22 نوفمبر سنة 1718 حاكم فيرجينيا ألكسندر سبوتسوود، صح؟ اسمه ألكسندر سبوتسوود؟ معرفش، بيقولوا بعت قوة بقيادة الملازم روبرت مينارد عشان يخلصوا على بلاك بيرد. المعركة حرفيا بيتحكي عنها في التاريخ ان هي كانت جحيم. الضباب كان مغطي البحر والمدافع بتتضرب والرصاص بيطير. بلاك بيرد كان حرفيا في قلب النار، اتضرب بالرصاص 5 مرات واتطعن اكتر من 20 طعنة، ومع ذلك كان لسه واقف ماسك سيفه بيهاجم زي وحش محاصر اكنه اسد. الطاقم نفسه اتصدم من صموده حرفيا، بس في الاخر نهايته كانت الموت للاسف، اكنها كارما. يعني هم بعد ما قتلوه هم قطعوا راسه، يعني هم يا ريت ان هم قتلوه خلاص، لا هم قطعوا راسه اكنه دليل ان شيطان البحر مات. الغريب ان موته ما قتلش اسطورته، بالعكس يعني ده احياها اكتر. بيقولك ان البحارة بيحلفوا ان جسمه قعد حوالي 3 ايام يسبح حوالين السفينة. الناس بتقول ان شبحه لسه بيظهر في المية بتاعتهم، وبدل ما كانوا هم قاعدين بيغنوا البحرية ما ابتدوا يغنوا له. وكمان الكتب خلدت اسمه لدرجة ان احنا بنعمل الفيديو ده مخصوص لأجله. مسيرته كلها كقرصان تخيل كام سنة؟ كانت 2 بس. انت متخيل 2 بس، لكن قدر يخلد اسمه في التاريخ حتى يومنا هذا. ولا كان غني ولا كان اكتر واحد ناجح، هو مات راسه مقطوعة، بس هو عمل فعلا حاجة محدش غيره كان فاهمها، ان الخوف اهم من اي مدفع. فهل بلاك بيرد كان وحش حقيقي ولا ممثل بارع؟ حرفيا لعب على عقولهم اكنه هو بيتعامل مع بابتس، مع شوية ناس هبل، وصنع من نفسه اسطورة. اللي مؤكد بس ان البحر لسه شايل اسرار تانية كتير. ولو عجبك الفيديو اشترك، سبسكرايب، يعني مش تخسر حاجة.